سامحاهم يا كارما. اوعى وش. مالك يا كارما؟ تعبانة أوي. سامحاهم يا كارما. مفيش كلام يتقال، بس اتعودت في المواقف دي ان انا ما اسمعش من طرف واحد. احاول اكون اي حاجه. منصفه. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل فينا اصلا. انا فضلت بقالي شهرين وبتخرج. انا من الاوائل. انا ما حدش عارف حاجه. حرام عليكم، بتتكلموا ليه بوظوا لي حياتي ليه؟ مشاعري متلخبطه زي امهات كتيره قوي. للاسف انا مش عارفه اخد صف مين. انا بصراحه شايفه ان البنات كلها ضحايا. انا قلبي موجوع على البنت اللي في المستشفى، وموجوع على البنت اللي بره المستشفى. قلبي موجوع عليهم كأنهم بناتي. البنتين قلبي موجوع عليهم كأنهم بنتي. انا شايفة البنتين ضحايا. البنتين ضحايا ومش عارفة المصير اللي منتظر اي واحدة منهم ايه. بس بجد احنا كلنا مسؤولين عن اللي بيحصل في اولادنا ده. مش عارفة امتى ممكن نفوق. دورنا ان احنا نشوف ان احنا السبب في اللي بيحصل ده. احنا السبب ان احنا خلقنا جيل متنمر على بعضه. احنا فرق في الطبقات، وان انت من الطبقة الاي كلاس، وان انت من الطبقة السي كلاس، وان انت من الطبقة البي بلاس، وان انا بنت فلان، وان انت ابن فلان، وان انا بابايا كذا، وان انت باباك كذا. وبقينا بنتعامل مع بعض من جبنا فيه كام. الاطفال بقت بتتعامل مع بعض كده. ما بقاش عارف تحكم ده متربي ولا لا، ده معاه فلوس ولا لا. ما بقتش عارف تحكم الحكايه. احنا لازم نبص احنا سايبين ولادنا قدام ايه. يحصل ده يا جماعه نتيجه ان احنا سيبنا اولادنا قدام شاشات صورت لهم ان القدوه هو البلطجي، ان اكتر واحد بيتسقف له في المهرجانات هو اكتر واحد بيقدم حاجات فيها بلطجه. فبقى كل واحد شايف ان هو حقه هياخده بالبلطجه، وانك مش من حقك تبصلي ان انا ابن فلان، وان انت لو بصيت لي انا هحاسبك بدراعي ومش هستنى حد يجيب لي حقي، لا مدرسه ولا غيره. وان المدرسه رجعت لورا ومبقاش دورها انها تربي وتعلم. المدرسه بقى دورها انها تقبض فلوس. وان احنا من وقت ما بقينا بنشتري التعليم بفلوسنا لا بقى في تربيه ولا في تعليم. وبقى كل واحد فينا ابنه وهو نازل من بيته قلقان عليه. انا ولادي بيكونوا نازلين من البيت قلقانه عليهم لحد ما يرجعوا. مش عارفة هيرجع لي مضروب أو ضارب، متعور أو معور، مزعل أو زعلان. الموضوع بقى لخبطة جامدة جدا. ما بقتش عارف تربي ولا تسيب المجتمع اللي يربي. ما بقتش عارف تبقى شديد وقاسي ويتقال عليك مامتك دي اولد سكول واولد فاشون ودي صعبة قوي، ولا تسيبه ياخد راحته وتبقى بتربي تربية إيجابية. الموضوع بقى